التجمعات دي من مختلف الولايات كلها بتحشد نفسها. الصبح كان في كلام بيتردد حي على الجهاد، جاهدوا المصريين. وبعد ما النهارده جريده الشروق نشرت تكذيب لكلام السفير، ونشرت صور لنعش نعش عليه علم الجزائر وبعض الجثث الجزائريه، والناس طبعا صدقت الكلام ده وانفعلوا اكتر، ونفس الموضوع بتاع امبارح معرض ان هو يتكرر النهارده. معلش قول لي مره تانية يا باشمهندس هيثم، قول لي جريده الشروق الجزائريه نشرت ايه تحديدا، علشان طبعا هي ما بنقدرش احنا نحصل عليها في القاهره، فتقول لي ايه فيها ايه بالظبط. يا فندم جريده الشروق النهارده نشرت صور لنعوش، ما اعرفش الصور دي جايبينها منين، بس هم كاتبين ان دي 7 من القتلى الجزائريين في القاهره. طيب انت النهارده وضعك ووضع الجاليه المصريه في الجزائر، وخاصه العاملين في شركه اوراسكوم، واعتقد في كمان مجموعه من فريق العمل التابعين للمقاولين العرب، هنكلم المهندس ابراهيم محلب بعد شويه. وضعكم الامني يعني جات لكم قوات تحميكم وحاسين ان انتم في مأمن، ولا لسه المساله فيها نوع من تهديد لحياتكم زي ما قلت لنا امبارح؟ يا فندم امبارح برضه كان في قوات، الموضوع مش موضوع قوات ولا لا، الموضوع ان الاعداد كتير جدا عن امبارح، تزايدت بشكل كبير. النهارده اللي اختلف فقط ان الوالي بتاع وهران موجود وسط الشهريه، وبعض الشخصيات قيادات الشركه موجوده، ده الاختلاف الوحيد عن امبارح. لكن غير كده نفس التجمعات، الناس بتشحن بعض النهارده بشكل كبير جدا، كله حي على الجهاد وشعارات يعني غريبه ما سمعناهاش قبل كده. الجهاد في المصريين، الجهاد في الشهريه، الجهاد، يعني الموضوع هنا بقى يعني شيء غير محتمل. والحل الوحيد من وجهه نظر الجميع هنا ان كل العاملين المصريين في الجزائر يرجعوا مصر، ما ينفعش نحضر المباراه القادمه دي هنا، ولا ينفع نحضر الاحداث دي هنا. ان كل المصريين اللي بيشتغلوا في الجزائر يرجعوا القاهره، ده حتما. يعني انا عايز اعرف بس حضرتك سؤال، رقم 1500 مصري رقم معتبر ولا رقم مهمل؟ لا يعني 1500 مصري لا ده لا لا مش 1500 مصري، لو مصري واحد برضو يبقى رقم معتبر. خلاص هيثم طاهر لو سمحت، في معلومه عندي، ما اعرفش عندك متابعتك للاعلام الجزائري المعلومه دي صحيحه ولا خاطئه. انا سمعت ان وزير العمل الجزائري الغى رخص عمل المصريين بالجزائر، هل ده صحيح ام خطأ؟ لا انا ما عنديش فكره حضرتك، ما عنديش فكره عن المعلومه دي خالص. ما عندكش فكره عن هذه المعلومه؟ لا ما سمعتهاش. احنا بنحاول ان احنا نتصل بمدير مكتب وكاله انباء الشرق الاوسط الاستاذ محمود حسين بالجزائر، ومش عارفين نتصل بيه لغايه دلوقتي، لانه ربما يكون عنده معلومات اكتر من كده بشويه. طيب على كل حال بشكرك، واحتمال نرجع لك تاني عشان نتابع التطورات. طيب عايزين نقول ان احنا حاولنا الاتصال بسفير مصر في الجزائر السفير عبد العزيز سيف النصر. الحقيقه فريق الاعداد ببرنامج 90 دقيقه بيحاول من امبارح للنهارده بشكل متصل، الحقيقه ان هو يعني يتواصل معاه يفهم منه الاوضاع عامله ازاي على الارض، ولكن تليفونه دايما مغلق في وجه البرنامج. معايا دلوقتي شيماء عز الدين، وهي شقيقة 2 مصريين بيشتغلوا في الجزائر. شيماء مساء الخير. مساء النور يا فندم. معتز. اهلا بيكي، بس قولي لي اخواتك بيشتغلوا فين؟ انا عندي احمد اخويا هناك في الجزائر بيشتغل تقريبا في بني عمر. والاخ الثاني هو بقاله 5 ايام ما شافش الشارع، موجودين فوق مش عارفين ينزلوا من الناس اللي تحت. وبيقولوا ان في طيارتين بكره هيروحوا هياخدوا المصريين من هناك. هو عايزين حاجه واحده، يركب بكره، مش عايزين اكتر من كده. اخر اتصال بينك وبينه كان امتى؟ كان لسه من شويه، من ربع ساعه. هو بس عايز يركب بكره، مش عايزين اكتر من كده، مش عايزين نقعد يوم الاربع، بيقول لك لو قعدتوهم يوم الاربع هيموتوهم. احنا عايزينه بكره، مش عايزين اكتر من كده يا استاذ معتز. يعني دي حاجه مش كتير على مواطن مصري. تمام، يعني طلبوا ان الحكومه المصريه تأمن له رجوعه الى مصر قبل مباراه الاربع. ايوه يا فندم، هم مش من كده، يرجع قبل المباراه بتاعت
طيب انت مالك بتعيطي ليه؟ احنا المفروض ان احنا شعبين شقيقين. اخواتي يا باشمهندس، اخواتي. قلقانه على اخواتك. الله يخليكم، يعني اعملوا حاجه، رجعوهم لنا بكره، مش عايزين اكتر من كده منكم. طيب ماشي يا استاذ محمد، متشكرين. الف شكر. بحاول